الكتاب ده كارثة بكل المقاييس اللغوية والشعرية. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في دي مهزلة. ايوه، انا عايزاك تقول رايك ده بمنتهى الصراحه. الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة أدبية. وبعدين مين مرجان ده؟ ها؟ أنا أول مرة في حياتي أسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان احمد مرجان. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على ما أسم حلاوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. أيوة بس ما يصحش. دكتور عبد اللطيف، اتفضل حضرتك قول لنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان أحمد مرجان أن يكسر كل تقاليد الشعر وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيدا. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. وإني لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. فليتفضل شاعرنا الكبير. الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان. ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان. تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ بكام؟ بكام؟